ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. قلت بقى بورق العنب باللحمه مفيش احلى من كده. بصوا مش هطول عليكم بقى في المقدمه والكلام ده كله. بصوا هوريكم قد ايه اللحمه كانت دايبه. طبعا هو سخن جدا من قلبها هنا، بس احنا عاملينه في حله. بصوا ما شاء الله اللحمه شكلها. ورق العنب هقول لكم بقى في الفيديو ان شاء الله الوصفه والطريقه. انا عملت جنبه ملوخيه وجلاش، بس طبعا كل وصفه هنزلها لوحدها عشان الفيديو ما يبقاش طويل علينا. ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو وشير شير شير. يلا بينا نشوف وصفه ورق العنب باللحمه. انا كنت يا جماعه عاملاها بلحمه بتلو بالعظم، حلوه جدا. والاول اديتها صدمه واديتها التتبيله بتاعتها قبل ما انزلها قبل ما انزلها تحت الحله تحت ورق العنب. يلا نقول بسم الله ونخش على الوصفه كده ونشوفها. يلا بينا يلا بينا بسم الله. يلا بينا نبدا على وصفتنا. انا طبعا يا جماعه كنت مخزنه عندي ورق عنب، انا ما اشتريتش، انا كنت مخزناه. فطبعا بخلي ميه تبقى سخنه جدا واكون مطلعه من الفريزر يا جماعه. ودي الطريقه الافضل لورق العنب. بتشيليه زي ما هو ما بتسلقوش، واول لما الميه بتسخن بتنزليه ثواني يا دوبك يفك وتطلعيه على طول، ما بتقعديهوش كتير. بصوا انا ما فيش ثواني، ميه مغليه مولعه خلاص. وابتدي انزل فيه وايه اطلعه في المصفى. انا بصوا هو ما بياخدش ثواني. طبعا دخلنا في الوصفة على طول، بس حبيت اقول لكم المعلومتين دول عشان ما ننساش. يلا نقول بقى بسم الله كده ونكمل وصفتنا بأمر الله. عايزة افكركم يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وان شاء الله هنزل لكم الفيديو قريب. يعني الفيديو بتاع تفريز ورق العنب. طبعا في لسه ورق عنب هو غالي شوية في السوق، لكن الاول كان رخيص. وفي كذا طريقة طبعا للتفريز، بس انا ما بسلقوش، بشيله زي ما هو وهوريكم ازاي. انا ابتديت بقى دلوقتي ان شاء الله هعمل الخلطة بتاعة المحشي، وانا هعملها باللحمة بتلو بعظم كده حلو قوي. بس هديها بقى تشويحة كده حلوة في الزبدة، واتبلها واظبطها واديها يعني نص سوا عشان تكمل سواها تحت الايه الورق العنب. تمام. انا حطيت اهو الناحية التانية معلقتين سمنة، شوية بصل خلاص يعني ايه، وزيت ما يعادل 3 معالق سمنة ونص فنجان زيت على بصلتين كبار. دول الكمية ايه بالظبط. تمام. الناحية التانية حطيت معلقتين سمنة كده حلوين او زبدة المتوفرة عندك او اللي بتستخدميه. زيت مفيش مشكلة خلاص، لاني هدي فيه لحمة صدمة كده عشان اسويها نص سوا على النار من فوق قبل ما احطها في حلة ايه الحشوة. اهي بصوا ما شاء الله كانت جميلة اهو. وهتبلها بقى تتبيلة كده لطيفة جدا جدا هتعجبكم. تنفع برضو التتبيلة دي مع ورق الكرنب ولا ايه معلش. طبعا هي مع الصدمة كده ممكن تلزق حاجة بسيطة، بس مش مشكلة عادي، شيليها قلبيها مش هيحصل اي حاجة. سهلة وبسيطة جدا جدا وهتنجز معاكم قوي قوي. طبعا بقى تنفع في العزومات، الشكل اللون الطعم كل حاجة ما شاء الله على السفرة بتبقى شكلها شهي جدا جدا جدا. طبعا انا بعمل كده في اللحمة عشان العظم بتاعها كان بيبقى عريض برضو وسمك اللحمة عريض، فطبعا عشان تبقى مستوية استوى حلو. لو ستيك احنا هنتبلها ونحطها نية. لو بفتيك يعني حاجة رقيقة جدا مش هتاخد في السوا ثواني، فاحنا هنسويها مع ورق العنب عادي. لكن دي عشان انا هي كانت سميكة شوية ففضلت ان لا. تمام. بصوا اهي ابتدت بقى تاخد التشويحة. انا هحط لها ملح وفلفل اسود خلاص. بصوا مش محتاجة اي حاجة، هو شوية الملح والفلفل الاسود. لسه بقى ايه هكمل وهحط لها شوية بصل برضو مفرومين حلوين كده. من الناحية التانية حاطين احنا البصل بتاع المحشي ايه يتسبك. وهكون طبعا محضرة طماطم فيما يعادل 4 معالق خلاص. يعني احنا بنحتاج مثلا 4 مجات صلصة او اكتر شوية، يعني قولي لتر خلاص صلصة. وهتسبك وهنحط لها برضو معلقتين ايه طماطم خلاص. اهي بصي البصلاية خلاص اهي قربت. دول كانوا بصلتين وسط او بصلاية كبيرة، بس يعني خلينا في 2 وسط حلوين كده اهو. دي الصلصة بقى بتاعتي انا مفرزاها يا جماعة خلاص. ده كان كيس
تسبيكة قديمة فقلت استخدمه ما نرميهوش. خلاص ادي كيس تاني. دي صلصة كانت عندي اهي بما يعادل 4 كوبايات عشان تبقى تسبيكة حلوة وتقيلة. طبعا في ناس بتقولك ايه ده اللحمة والدم، يا جماعة اللحمة انتوا عارفين ما بتتغسلش، هي طالما انا بديها الصدمة كده اي حاجة فيها هتروح، دم، ميكروب، اي حاجة، لازم الصدمة دي. وهي برضو تاخد سوا حلو وتبقى تمام. نبتدي بقى في تتبيلة الخلطة بتاعة المحشي. حطيت واحدة ماجي، وده توم بودر، بصل بودر ولا وادي بابريكا. كل ده يا جماعة معلقة كبيرة صغيرة، معلقة مليانة خلاص. معلقة فلفل اسود طبعا، معلقة مليانة، كل ده معلقة مليانة. الملح على حسب الرغبة. وقلبي، دوقي بقى انتي اللي حسيتي ان هو محتاج ملح بتحطي. خلاص هنا كانت المعلقة سخنة جدا فاضطريت اشيلها، لسعتني في ايدي. خلاص بس ابتدي بقى اقلب فيه. بس نبتدي بقى نقلب، كل ما تبقى في حاجة كده يا جماعة نقلبها لغاية لما لونها يغمق خالص من كل الجناب. في معلومة كمان حابة اقولها لكم يا جماعة بمناسبة الصلصة. اي صلصة محشي لازم تكون تقيلة جدا، بحيث ان انتي لما تعدي بالاسباتشيلا من النص كده ما يبقاش فيه مية، في زيت بس مفيش مية، في دهون لكن مفيش مية. خلاص انا حطيت عليها معلقتين معجون صلصة. خلاص تدي كده لون برضو وطعم حلو. هنا اللحمة بقى انا كده خلاص كده اديتها الصدمة التمام، زودت لها نص كوباية مية. خلاص وهسيبها تاخد وتدي كده مع نفسها لغاية لما تستوي وتبقى تمام. بصوا يا جماعة الأكلة دي مفيش أسهل منها بجد، في ناس بيعقدوها بس انتي واحدة واحدة مع الخطوات. بصوا بقى الصلصة اهي، بصوا ما شاء الله تقلت ازاي. السر بقى الحلو بقى ان احنا لازم نحط نعناع. عندك فريش قطعيه زي الخضرة، ما عندكيش شوية ناشفين وروحي زي ما انا عملتهم كده فرقتهم خالص ونزلتهم. بصوا بقى انا حطيت هنا شوية بصل مع مع اللحمة وخلاص كده كملت وخلاص، انا مش محتاجة احط اي حاجة تاني. خلاص هنا بقى حطيت الرز على كيلو رز وحزمة من كل نوع خضرة على الكمية دي كلها تمام. بس كانت حزمة حلوة كبيرة مليانة. بص بقى ورق العنب اهو، بشيل العنقود واوريكم بقى ازاي على الظهر الخشن نبتدي نحط الرز. بصوا يا جماعة بقى بالطريقة دي. طبعا حطيت اللحمة في الحلة من تحت اهو، مش فوق بعضها كده، متوزعة في حلة كبيرة، وابتدي ألف. بصوا الطريقة سهلة، ولفي بالطريقة اللي تعجبك على ايدك على طبق. بصوا الناعمة من تحت وفوق الخشنة، بصي اهي وريتك مرة على طبق ومرة بايدي. اللي اسهل لك اعملي، اللي يريحك اعملي. في ناس بتتحكم في كده، في ناس بتتحكم كده وتبرمي وتشديه وانتي بتلفيه عشان ما يفكش منك طبعا. بسم الله ما شاء الله. بصي بطريقة سهلة وبسيطة خالص خالص خالص. بصوا ما شاء الله، عزومات بقى ودلع واللي انتي عايزاه تعمليه اعمليه. تمشوا على الخطوات اهي، مش هياخد منكم ثواني. انا طبعا هخلص بقى كل الكمية، لان ما شاء الله لو قعدنا نلف كل الكمية دي خلاص. انا كمان بسرع الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم قوي، بس عشان تشوفوا كل حاجة بتفاصيلها الصح. وبرضه هوريكم ازاي نسقيه بالصلصة. اخلص بقى كمية ويلا بينا. بصوا بقى يا جماعة، دي شوربة حط عليها ماجي ومعلقتين صلصة، ونحط بقى الخلطة السرية بتاعتنا. معلقة كبيرة دبس رمان عشان المزازة والدلع، هتفرق جدا جدا. جربوها يا جماعة، جربوها. خلاص وطبعا المية على حسب كمية الرز بقل شوية، يعني دول 4 كوبايات بحط بس 3 كوبايات وبسيب شوية. خلاص لو احتاجت احط لها، ما احتاجتش خلاص. بصوا بقى هنا كان خلاص استوى. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين اللون دي بقى، ولا مغيره لون فلتر ولا اي حاجه، والله لونها الطبيعي مع دبس الرمان والاكل. بصوا ما شاء الله، والمحشي كان مستوي. بصوا اللحمه اصلا وانا بشدها دايبه دوب دايبه. بسم الله ما شاء الله جميله، وتنفع بقى معاكم في سفرة عزومة في اي حاجة. بصوا اللحمة دايبة دايبة. طبعا ورق عنب كنت بدوق. ويا رب مع باقي الوصفات ربنا يحسن ما بين ايديكم وايدي.